السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده عايزين نصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك للقناة عشان تتابع معانا كل جديد. الدوري المصري السنة دي يا جماعة دوري صعب، يعني من أصعب الدوريات اللي ممكن، هي أصلا أول مرة يحصل إن يبقى الدوري 21 فريق، بس ده من أصعب الدوريات اللي ممكن هتشوفها في المرحلة اللي فاتت واللي جاية. ليه؟ لأن الدوري ده أنت في الدور الأول هتلعب 20 ماتش. ال 20 ماتش دولت هيحددوا لك مين اول 7 فرق في الدور التاني ومين اخر 14 فريق في الدور التاني برضه. طب ليه؟ لان الدور التاني يا جماعه هينقسم، هيبقى عباره عن مجموعتين. المجموعه الاولى بتضم 7 فرق، اول 7. المجموعه التانيه بتضم 14 فريق. طب ايه الصعب في القصه دي؟ الصعب ان انت هتلعب 20 جوله. ال 20 جوله دول انت محتاج تبقى فيهم من رقم 1 لرقم 7. ما فيهاش بقى ان انا اعوض في الدور التاني، مش هتعرف اصلا تعوض في الدور التاني. يعني فريق زي الزمالك ده، انا افتكر الموسم اللي فات هو نهي الدور الاول مركز ثالث باين. الموسم اللي قبله برضه نهي مركز ثالث. موسم 2022 كان نهي مركز سادس. الدور الاول هو كان الزمالك 22 23، الزمالك ناهي الدور الاول مركز سادس. فيعني الموضوع مخيف، فاهم؟ غير ان هو مخيف ان الفرقه كلها مجمده، الفرقه كلها جايبه لعيبه، الفرقه كلها مركزه. غير كده وكده جولات كتير، انت هتلعب 20 جوله، هم 21 فريق، في جوله انت هتبقى فيها باي، هتلعب 20 ماتش، فقدام فرق كتير. فالماتش اللي هيقع مش هتعرف تعوضه، لان انت ممكن تقع كتير. يعني فريق زي الزمالك ده بيتعادل وبيخسر من فرق مجهوله، بس يعني الموضوع هيبقى صعب جدا. طب تيجي بقى في الدور التاني. الدور التاني الدوري هينقسم لمجموعتين، مجموعه هيبقوا 7 فرق ومجموعه هيبقوا 14 فريق. مجموعه ال7 فرق دول هيلعبوا 6 ماتشات، كل فرقه هتلعب 6 ماتشات. على ايه بقى؟ على الاول وتاني افريقيا والتالت والرابع كونفدراليه. انت متخيل؟ اول وتاني افريقيا وتالت ورابع كونفدراليه في 7 فرق. 7 فرق منهم 4، يعني في 3 بس اللي هيطلعوا اوت، يعني هتبقى فرن، هتبقى دعك يا معلم. يعني ال7 الاوائل دول هيلعبوا 6 جولات بعد ال20 جوله، يعني الدوري كله بالنسبه لهم هيبقى عباره عن 26 جوله فقط، لانه لعب 20 في الدور الاول وهيلعب 6 في الدور الثاني، وهيبتدي تحديد الدوري في 26 جولة فقط. اما في الدور اللي هو بقى جزء مجموعة الهبوط، اللي هو الجزء الثاني، الجروب بي ده مكون من 14 فريق، تمام؟ من المركز الثامن للمركز ال21. من المركز الثامن للمركز ال21. طبعا كل فرقة هتلعب 13 ماتش. هيحددوا منهم، هينزل من الفرق ال 14 دول 4 فرق. هينزل 4 فرق مش 3 بقى، لان الدوري اصلا عدد الفرق فيه كتير. هينزل 4 فرق، منهم لغوا الهبوط الموسم اللي فات، فهينزل 4 فرق. فالموضوع برضو خطير على فرق كتير زي الاسماعيلي، الفرق اللي هي منتصف الجدول دي، فبرضو الموضوع معاهم خطر. زي الاسماعيلي ومودرن، مش عايزين نتكلم الاسماعيلي ومودرن اللي اصلا اتلغى الهبوط بسببهم الموسم اللي فات، عشان طبعا الاسماعيلي عشان ما يهبطش، ومودرن عشان صاحبها هو رئيس الرابطه يعني. فكلها بتعرض لبعض، بتعرض بالضاد. نركز. المهم يا جماعه ان اللي حبيت اوصله لكم، حبيت اشرح لكم نظام الدوري السنه دي، وان الدوري هيبقى صعب. ما ينفعش تجلي نقطه، ما ينفعش تقع ماتش، ما ينفعش تقول هعوض في الدور الثاني. مفيش تعويض اصلا، مفيش دور تاني. الدور الثاني هيبقى مفرمه على المجموعه الاي والمجموعه بي، الاثنين هتلاقيهم بيفرموا بعض، تمام؟ بس هنتفرج على دوري ممتع، يعني انا متاكد ان احنا هنتفرج على دوري ممتع. بس هي القصه معايا بقى في حاجه، يعني اللي هم ال7 فرق اللي هيبقوا في الدور الثاني، اول 7 فرق دول كده هيلعبوا 26 جوله فقط.
ال 14 فرقه اللي تحت بقى دول هيلعبوا 13 جوله زائد ال 20، يعني هيلعبوا 33 جوله. يعني في فرقه تلعب 26 جوله وفرقه تلعب 33 جوله. الله اعلم. ممكن بقى، يعني ممكن اعتقد يعني المفروض ان هم يعني يعملوا نظام بقى مجموعات بقى ولا حاجه في المجموعه التانيه ال 14 فرقه دي. بس هو حتى الان اللي معروف واللي قايلينه واللي منتشر ان المجموعه الثانيه الدور الثاني الدوري هيتقسم على مجموعتين. مجموعه 7 فرق هيلعبوا بعض 6 جولات لتحديد البطل وتحديد التاهل لافريقيا والكونفدراليه، والمجموعه الثانيه 14 فرقه هيلعبوا المفروض 13 جوله لتحديد الهبوط اللي هم 4 فرق. ده الملخص بتاع الدوري الموسم ده. الدوري هيبدا يوم 8/8، بادئ بدري. هنشوف دوري حلو، فرق مجمده، فرق كلها جاهزه ان شاء الله. هنتابع معاكم ماتشات الدوري ماتش بماتش، وهنتابع معاكم كل حاجه. انت اهم حاجه عايزك تركز معايا عشان اللي جاي دمار دمار يا صاحبي، دمار. سلام.